كانت المستشفى القديمة تقف على أطراف المدينة مثل كيان ميت يرفض أن يختفي. شائعات كثيرة حامت حولها، كانت يوما ما ملجأ للمرضى خلال تفشي وباء قاتل، لكن قصصا مرعبة عن اختفاءات وأصوات غريبة جعلتها مهجورة لعقود. ومع ذلك لم تكن المستشفى خاوية كما يعتقد الجميع. قرر فريق من 3 مغامرين التحقق من حقيقة الشائعات: نادية قائدة الفريق الجريئة، عمر خبير التكنولوجيا، ورامي المتشكك الذي يعتبر كل شيء خرافات. في ليلة معتمة وصلوا إلى المستشفى، حيث بدا المبنى يراقبهم بصمت عبر نوافذه المظلمة. دخلوا من باب جانبي مهشم، وكل خطوة أخذوها داخل الممرات المظلمة كانت تثير صدى غريبا. جهز عمر كاميراته الحرارية وأجهزة استشعار الحركة، بينما كانت نادية تدرس الخرائط القديمة للمكان. رامي الذي بدا عليه التوتر رغم إنكاره ظل خلفهم متأملا الظلال المتراقصة على الجدران. في البداية بدا كل شيء طبيعيا، باستثناء البرد القارس والروائح العفنة التي ملأت المكان، لكن بعد دقائق لاحظ عمر على شاشته نقاطا باردة تتحرك بين الكاميرات، وكأن شيئا غير مرئي يراقبهم. تجاهل رامي الأمر بسخرية، لكن نادية شعرت بأن شيئا ما خطأ. بينما كانوا يستكشفون الطابق الأول، سمعوا صوت باب يغلق بقوة في الطابق الثاني. قررت نادية وعمر الصعود للتحقق، بينما بقي رامي لمراقبة المعدات. الممرات في الطابق الثاني كانت أكثر كآبة، والجدران مغطاة برسومات غريبة بدت وكأنها وجوه ملتوية تصرخ في صمت. في إحدى الغرف وجدوا سريرا جراحيا مغطى ببطانية ملطخة بالدماء. بجانب السرير كانت هناك ملفات طبية قديمة تحمل صورا لمرضى بعينين فارغتين. بينما كان عمر يلتقط الصور، أغلق الباب خلفهم فجأة، وبدأت الغرفة تهتز وكأن شيئا يحاول الخروج من الجدران. في الأسفل كان رامي يراقب الشاشات عندما بدأ يسمع همسات قادمة من الجهاز اللاسلكي الخاص به. فجأة ظهر وجه مشوه على إحدى الكاميرات، ثم اختفى بسرعة. في لحظة ذعر حاول الاتصال بنادية، لكن لم يسمع سوى ضوضاء مشوشة وصدى صرخات بعيدة. في الطابق العلوي بدأت الظلال تتحرك حول نادية وعمر. الجدران بدت وكأنها تضيق عليهما، والهواء أصبح ثقيلا. حاول عمر فتح الباب، لكن بدا وكأنه ملتصق بالجدار. فجأة ظهرت ظلال ضخمة من الزوايا تتحرك ببطء نحوهم. رامي الذي كان يشعر برعب حقيقي لأول مرة قرر الصعود لمساعدتهما، لكنه عندما وصل إلى السلالم وجدها مغطاة بسائل لزج يشبه الدم. قبل أن يكمل صعوده شعر بيد باردة تمسك بقدمه. عندما التفت رأى يوسف المغامر الذي اختفى قبل أشهر، لكن وجهه كان مشوها وعيناه غارقتان في الظلام. نادية وعمر تمكنا من الهرب من الغرفة، لكنهما وجدا نفسيهما في قاعة كبيرة مليئة بأسرة فارغة، وكل سرير عليه اسم محفور. عندما اقتربا وجدا أسماءهما محفورة على الأسرة الأخيرة. في هذه اللحظة ظهر كيان ضخم مظلم بلا ملامح واضحة، تحدث بصوت يشبه الرياح: أنتم الآن ملك لهذا المكان، لن تخرجوا أبدا. حاول عمر مواجهة الكيان باستخدام كاميراته، لكن الكيان اقترب منه وابتلعه الظلام. نادية حاولت الهرب، لكنها وجدت نفسها في غرفة مليئة بالمرايا. انعكاساتها بدأت تتحرك بشكل مستقل، تقترب منها ببطء حتى اختفت وسط الظلال. رامي الذي كان مذهولا مما رأى وجد مخرجا مفتوحا. ركض بكل قوته، لكنه عندما خرج وجد نفسه مجددا عند مدخل المستشفى. أدرك الحقيقة المروعة: المستشفى ليست مجرد مكان، إنها كيان حي يحتجز كل من يجرؤ على دخوله. بعد أيام تم العثور على معدات الفريق، كانت مليئة بمقاطع مشوشة وأصوات غريبة. في أحد التسجيلات كان هناك صوت يقول: المكان يراقب والمكان لا ينسى. بعد اختفاء الفريق المكون من نادية، عمر ورامي، انتشرت الشائعات حول المستشفى كالنار في الهشيم. السكان المحليون أصبحوا يتحدثون عن أصوات غريبة تسمع ليلاً، ورؤية أشخاص يلوحون من النوافذ المهجورة ثم يختفون في الظلال. كان الرعب يكبر، لكن الفضول أيضاً لم يهدأ. سمع خالد وهو باحث في الظواهر الخارقة للطبيعة بالقصة، وقرر مواجهة الغموض بنفسه. كان خالد معروفاً بجرأته واعتقاده أن العلم يمكنه تفسير كل شيء. رافقه صديقه سالم الذي كان أقل حماساً، لكنه لا يستطيع أن يترك خالد يغامر بمفرده. عند وصولهما إلى المستشفى في منتصف الليل، شعر سالم بالتوتر من الجو المشحون بالخوف. بدت المستشفى وكأنها تنتظر قدومهما، والنوافذ المظلمة كانت كعيون تراقب كل خطوة. حاول خالد طمأنته: هذه مجرد بناية قديمة، والخوف كله في عقولنا. لكن سالم لم يقتنع.
دخلوا من الباب الجانبي المهشم تماما كما فعل الفريق السابق. الجو كان خانقا ورائحة العفن منتشرة في كل مكان. حمل خالد معداته من كاشف الحقول المغناطيسية إلى كاميرا مخصصة للرؤية الليلية، بينما كان سالم يحمل مصباحا يدويا وكاميرا فيديو. في البداية كان كل شيء هادئا. استكشفا الممرات ووجدا رسومات الجدران الغريبة التي تشبه وجوها ملتوية. عندما وصلا إلى الطابق الثاني لاحظ خالد تغيرا في الجو. هل تشعر بأن الهواء هنا أثقل؟ قال سالم بصوت مضطرب. قبل أن يجيبه خالد بدأت كاميرته تعرض تشويشا غريبا. في إحدى الغرف وجدوا الأسرة التي ذكر عنها في التقارير. على كل سرير كانت هناك أسماء محفورة، لكن هذه المرة وجد خالد وسالم اسميهما محفورين على أسرة جديدة. هذا غير ممكن، قال سالم بخوف، لكن خالد حاول الحفاظ على هدوئه، مصرا على أن هذا مجرد خدعة قام بها أشخاص سابقون. فجأة انطفأت المصابيح التي يحملونها وعم الظلام. سمعوا خطوات ثقيلة قادمة من الممر. من هناك؟ صرخ خالد، لكن الرد كان همسات غير مفهومة تزداد اقترابا. ظهرت أمامهم ظلال طويلة بدأت تتشكل لتصبح أشخاصا بلا ملامح. أحدهم اقترب من سالم الذي تجمد في مكانه. حاول خالد سحبه للخلف، لكن سالم لم يتحرك. بدأ يصرخ: إنهم في رأسي! أصواتهم في رأسي! ثم سقط على الأرض فاقدا الوعي. حاول خالد جره للخروج من الغرفة، لكن الأبواب أغلقت بقوة. في الظلام شعر بيد باردة تمسك بكتفه. عندما استدار وجد نفسه وجها لوجه مع شخص بلا ملامح واضحة، لكن جسده كان مشوها بشكل يثير الرعب. قال الكيان بصوت عميق: أنت أيضا جزء من المكان الآن. في تلك اللحظة اختفى كل شيء. استيقظ خالد ليجد نفسه في الممر وحيدا. كان المكان هادئا تماما وكأن شيئا لم يحدث. نظر حوله لكنه لم يجد أي أثر لسالم. حاول الهرب، لكن كل باب كان يقوده إلى نفس الممر. أخيرا وجد بابا مفتوحا واندفع نحوه، لكنه عندما خرج لم يجد نفسه في الخارج، بل في الطابق السفلي من المستشفى، حيث كانت غرفة العمليات القديمة. في منتصف الغرفة كان سالم جالسا على السرير الجراحي، لكنه لم يكن نفسه. عيناه كانتا فارغتين وابتسامة غريبة مرسومة على وجهه. اقترب خالد ببطء، لكنه عندما حاول التحدث إليه قال سالم بصوت غير بشري: لقد حذرناك، المستشفى لا تطلق سراح أحد. ثم انطفأت الأنوار بالكامل وابتلع الظلام كل شيء. لم يسمع عن خالد أو سالم مجددا، لكن كاميراتهم عثر عليها بعد أيام، مليئة بمقاطع تظهر الظلال تتحرك وأصوات همسات تقول: المكان يراقب والمكان لا ينسى. بعد اختفاء خالد وسالم انتشرت القصص عن المستشفى أكثر من أي وقت مضى، لكنها لم تعد مجرد إشاعات، فقد ظهرت أدلة على وجود كيان غامض يحكم المكان. عثر بعض المغامرين المحليين على كاميرات الفريقين السابقين، وكانت التسجيلات تحمل أصواتا غامضة وصورا مشوشة لأشخاص وأحداث لا يمكن تفسيرها. هذه المرة قررت لينا، صحفية شابة متخصصة في التحقيقات الغامضة، أن تواجه المستشفى بمفردها. لم تكن لينا تصدق بالظواهر الخارقة، لكنها رأت أن القصة فرصة كبيرة لتحقيق سبق صحفي. جهزت نفسها بمعدات متطورة: كاميرا فيديو، مصباح يدوي قوي، جهاز تسجيل صوتي، وكاشف مجالات كهرومغناطيسية. وصلت لينا إلى المستشفى في ليلة باردة. وقفت أمام المبنى المهجور تتأمل نوافذه المظلمة التي بدت وكأنها عيون تراقبها. تنفست بعمق، ثم دخلت من الباب الرئيسي الذي كان مفتوحا على مصراعيه. الداخل كان مظلما وباردا بشكل غير طبيعي. استخدمت لينا مصباحها اليدوي لتفحص المكان. بدت الممرات وكأنها متاهة بلا نهاية. الجدران كانت تحمل نفس الرسومات الغريبة التي سمعت عنها في التقارير السابقة. بينما كانت تمشي شعرت بأن هناك من يراقبها. التفتت بسرعة لكنها لم ترى أحدا. استمرت في التقدم محاولة تسجيل ملاحظاتها على جهاز التسجيل الصوتي. المكان مهجور بالكامل، لكن الجو مشحون بطاقة غريبة. أشعر وكأن شيئا ما هنا معي. عندما وصلت إلى الطابق الثاني وجدت الغرفة التي تحدثت عنها التقارير، تلك التي تحتوي على الأسرة ذات الأسماء المحفورة. عندما اقتربت شعرت ببرودة شديدة. فتحت المصباح اليدوي لتفحص الأسرة، وصدمت عندما رأت اسمها محفورا على أحدها. مستحيل! تمتمت بخوف. فجأة بدأت تسمع أصوات خطوات قادمة من الممر. أطفأت مصباحها وجلست خلف أحد الأسرة. الخطوات كانت تقترب ببطء، لكنها لم تكن عادية. كانت ثقيلة وغير منتظمة، وكأن شخصا يسحب قدمه. رفعت الكاميرا لتسجل،
لكنها لم تستطع رؤية شيء سوى ظلال تتحرك على الجدران. فجأة توقف الصوت، عم الصمت المكان، لكنه كان صمتا خانقا. بدأت لينا تشعر بأن الهواء أصبح أثقل، وكأن المكان نفسه يضغط عليها. قررت الخروج من الغرفة، لكنها وجدت الباب مغلقا بإحكام. حاولت فتحه بقوة، لكن صوتا عميقا جاء من خلفها: لا أحد يغادر. التفت ببطء لتجد كيانا مظلما يقف في الزاوية. لم يكن له ملامح واضحة، لكن عينيه كانتا تلمعان بوهج أحمر. بدأ الكيان يقترب منها ببطء، وكلما اقترب شعرت لينا بأنها تفقد قوتها تدريجيا. في اللحظة التي شعرت فيها بأنها على وشك الإغماء، سمعت صوتا همسا يقول: الجري هو فرصتك الوحيدة. لم تعرف مصدر الصوت، لكنها استجمعت قوتها واندفعت نحو الباب الذي انفتح فجأة. ركضت عبر الممرات، لكن المكان كان يتغير مع كل خطوة. الممرات تطول والجدران تضيق، وصدى ضحكات مخيفة يملأ الهواء. أخيرا وجدت بابا مفتوحا يؤدي إلى الدرج. هرعت إليه، لكن السلالم بدت وكأنها لا تنتهي. عندما وصلت إلى الطابق الأرضي، وجدت نفسها في غرفة العمليات القديمة. الغرفة كانت مليئة بالظلال التي تتحرك في كل اتجاه. في المنتصف كان هناك سرير جراحي، وعلى السرير كانت حقيبة خالد التي ظهرت في الصور. اقتربت لينا ببطء، لكن قبل أن تصل شعرت بيد تمسك بذراعها. التفتت لتجد وجه خالد مشوها ومليئا بالندوب. قال لها بصوت يائس: لا يمكنك إنقاذنا، اركضي قبل أن تصبحين مثلنا. هربت لينا بكل ما تبقى لديها من قوة، ولم تتوقف حتى وجدت نفسها خارج المستشفى. لكنها عندما نظرت خلفها رأت شيئا غريبا. المستشفى بدت وكأنها تبتسم، والنوافذ المظلمة أضاءت للحظة قبل أن تعود إلى الظلام. عادت لينا إلى منزلها، لكنها لم تستطع نسيان ما حدث. عندما حاولت تفحص تسجيلاتها، وجدت كل المقاطع مشوشة، باستثناء مقطع واحد يظهر فيه كيان مظلم يهمس: المكان لا يترك أحدا يذهب. ورغم هروبها بدأت لينا تلاحظ أشياء غريبة في حياتها اليومية: أصوات خطوات في منزلها، انعكاسات غريبة في المرايا، وشعور دائم بأنها مراقبة. أدركت حينها أن المستشفى لم تتركها، وأنها أصبحت الآن جزءا من لغز لا ينتهي. فارس شاب يبلغ من العمر 21 عاماً كان يعيش حياة بسيطة في قرية هادئة. كل يوم بعد انتهاء عمله كان يذهب إلى المقهى القريب، حيث يجلس مع أصدقائه ويتبادل معهم الحديث والضحكات. كانت حياته تسير على وتيرة واحدة، مملة لكنها آمنة. في إحدى الليالي تأخر فارس في المقهى أكثر من المعتاد. كان الأصدقاء قد غادروا جميعاً، وبقي هو وحيداً يفكر في أمور شتى. بينما كانت الساعة تشير إلى 1 بعد منتصف الليل، قرر أخيراً أن يعود إلى المنزل. كانت قريته هادئة في الليل، والطريق المؤدي إلى منزله يمر عبر ممر مظلم تحيط به أشجار كثيفة على الجانبين. سار فارس بخطوات متسارعة في الطريق المظلم، مستعيناً بضوء هاتفه المحمول. فجأة لاحظ من بعيد شيئاً أبيض يتحرك على جانب الطريق. في البداية اعتقد أنه كيس بلاستيكي تحركه الرياح، لكنه سرعان ما أدرك أن الرياح كانت ساكنة تماماً. اقترب فارس بحذر، محاولاً التركيز أكثر على ما يراه. كان الشيء الأبيض يبدو وكأنه يطفو فوق الأرض. توقف قلبه للحظة، لكنه أقنع نفسه بأنه ربما كان ظلاً أو شيئاً طبيعياً. لكن كلما اقترب كلما أصبح الشكل أكثر وضوحاً. كان الجسم الأبيض يبدو وكأنه امرأة ترتدي ثوباً أبيض طويلاً، لكنها كانت تقف بلا حراك. وجهها لم يكن واضحاً بسبب الظلام، لكن شيئاً ما فيها بدا غير طبيعي. شعر فارس ببرودة غير عادية تسري في جسده، وبدأ يشعر وكأن الهواء من حوله أصبح ثقيلاً. حاول التراجع، لكن قدميه بدتا وكأنهما مثبتتان في الأرض. من أنت؟ صرخ فارس بصوت مرتجف، محاولاً كسر الصمت الثقيل. لم يتلقى أي إجابة. بدلاً من ذلك بدأ الكائن الأبيض يتحرك ببطء نحو فارس، لكن ليس عن طريق المشي. بدا وكأنه ينزلق على الأرض دون أي حركة للقدمين. فجأة انطفأ ضوء هاتفه المحمول، وأصبح كل شيء من حوله مظلما تماما. شعر فارس بذعر شديد، وبدأ يسمع صوت همسات غامضة تتردد في أذنيه. كانت كلماتها غير مفهومة، لكنها كانت تثير الرعب في قلبه. حاول تشغيل هاتفه مرة أخرى، لكن بطاريته كانت قد نفدت تماما، على الرغم من أنه كان قد شحنها بالكامل قبل مغادرة المقهى. وسط هذا الظلام والصمت المخيف، شعر فارس بيد باردة تمسك بكتفه. كانت برودتها تشبه جليد الشتاء، فتجمد في مكانه. حاول أن يصرخ، لكن صوته لم يخرج.
التفت ببطء شديد، وعندما استدار وجد وجها غريبا أمامه. كان الوجه أشبه بظل بشري بلا ملامح واضحة سوى عينين متوهجتين بلون أحمر كالنار تنظران إليه مباشرة. من أنت؟ تمتم فارس بصوت متقطع محاولا جمع شجاعته، لكن الكائن لم يرد. بدلا من ذلك بدأت المرأة البيضاء تضحك ضحكة منخفضة متقطعة كأنها تأتي من أعماق الأرض. الصوت اخترق عقل فارس وأشعره بأن قلبه سيقف من شدة الخوف. في تلك اللحظة بدأ فارس يشعر بأن الأرض تحت قدميه تهتز. حاول الهروب لكنه وجد نفسه غير قادر على الحركة. بدأت المرأة البيضاء تقترب أكثر وهمست بصوت أشبه بالفحيح: أنت السبب، أنت السبب. السبب في ماذا؟ أنا لا أفهم شيئا، صاح فارس محاولا الإفلات. فجأة اختفى الكائن أمام عينيه، وعاد الظلام والصمت المطبق. شعر فارس بالارتياح للحظة، لكنه سرعان ما أدرك أن الكائن لم يختفي تماما، بل شعر وكأن الهواء من حوله أصبح ثقيلا جدا، وصار يجد صعوبة في التنفس. نظر فارس حوله في ذعر، ورأى أن الأشجار التي كانت تحيط بالطريق بدأت تتحرك وكأنها تنحني نحوه. الأغصان تمتد وكأنها أذرع تحاول الإمساك به. ركض بكل ما أوتي من قوة وهو يصرخ دون وعي، وأثناء ركضه سمع صوتا يأتي من خلفه، صوت خطوات ثقيلة تقترب منه بسرعة. لم يجرؤ على الالتفات، لكن الصوت كان يزداد قربا. فجأة شعر بشيء يمسك بقدمه فسقط أرضا. رفع رأسه ليجد المرأة البيضاء تقف فوقه، لكن هذه المرة كانت ملامحها واضحة: وجه شاحب، عيون فارغة تنزف دماء، وفم يبتسم بشكل مرعب كأنها استمتعت برؤيته يتعذب. مدت يدها نحوه وقالت بصوت أجوف: كنت تحاول الهروب؟ لا أحد يهرب مني، أنت الآن لي. حاول فارس المقاومة، لكنه شعر وكأن جسده قد تجمد بالكامل. فجأة بدأ يسمع صراخا عاليا، لم يعرف إن كان صراخه أم صدى صرخات أخرى. قبل أن يدرك ما يحدث اختفى كل شيء من حوله. وجد نفسه مستلقيا على الأرض وسط الظلام. لكنه لم يكن وحيدا. رأى ظلالا كثيرة تحيط به، كلها تشبه المرأة البيضاء، تقترب منه ببطء. بدأ يسمع أصواتهم تتردد في رأسه: ستبقى معنا إلى الأبد، إلى الأبد. في صباح اليوم التالي وجد أهل القرية هاتف فارس ملقى على الطريق، لكن فارس نفسه لم يعثر عليه أبدا. تحولت قصته إلى لغز مخيف يتناقله الناس، وتحذير لكل من يجرؤ على السير في الطريق المظلم بعد منتصف الليل. في إحدى ليالي الشتاء الباردة، حيث كانت السماء ملبدة بالغيوم وصوت الرياح يعصف عبر الأزقة الضيقة في حي قديم ببغداد، جلس عصام في غرفته المظلمة. كان شابا في 30 من عمره، يعشق القصص الغامضة والأساطير التي تتحدث عن العالم الآخر. لم يكن يخشى شيئا، بل كان يعتبر نفسه مغامرا يبحث عن الحقيقة في المجهول. في إحدى جولاته في سوق شعبي عتيق، صادف عصام بائعا غريب الأطوار يعرض أغراضا قديمة ومثيرة للفضول. بين الأشياء التي كانت مكدسة بشكل فوضوي، وقعت عيناه على لوح خشبي غريب محفور عليه رموز غامضة وكلمات بلغة غير مفهومة. سأل عصام البائع عن اللوح، فأجابه الرجل بصوت منخفض: هذه لعبة قديمة جدا، استخدمت في استحضار الجن. الكثير ممن لعبوا بها انتهى بهم الأمر إلى الجنون أو الموت. ضحك عصام بصوت عال، معتبرا كلام البائع مجرد محاولة لرفع سعر اللوح. دفع ثمن اللعبة وعاد إلى منزله متحمسا لاستكشاف ما تخفيه هذه القطعة الغريبة. في تلك الليلة أشعل عصام شموعا في غرفته وأطفأ الأضواء مستعدا لتجربة اللعبة. وضع اللوح على الأرض وأحضر كوبا زجاجيا كما شرح له البائع. جلس وحده بينما الرياح تهز النوافذ وصوت القطط يملأ الشارع بالخارج. بدأ عصام بتحريك الكوب على اللوح وقرأ الكلمات المكتوبة عليها بصوت مرتفع. لم يحدث شيء في البداية، لكنه لم يكن مستعدا لما سيأتي. فجأة ارتج الكوب بقوة وبدأ يتحرك من تلقاء نفسه. شعر عصام بقشعريرة تسري في جسده، لكن فضوله منعه من التوقف. الكوب بدأ بتكوين كلمات: مرحبا. توقف عصام للحظة مترددا، لكنه قرر متابعة اللعبة. سأل بصوت خافت: من أنت؟ تحرك الكوب ببطء مكونا الإجابة: نحن هنا. في تلك اللحظة انطفأت الشموع فجأة، وشعر عصام بوجود ثقيل في الغرفة. كان الهواء باردا لدرجة أن أنفاسه أصبحت مرئية. صوت خطوات غير مرئية بدأ يتردد في الغرفة، وصوت هامس خافت قال: أنت الآن واحد منا. تجمد عصام في مكانه غير قادر على الحركة، بينما بدأت الغرفة تدور حوله. شعر كأن يدا خفية تضغط على صدره، وسقط على الأرض وهو يلهث. أدرك أنه قد فتح بابا
لا يمكنه إغلاقه بسهولة. استفاق عصام على صوت أذان الفجر يتردد من بعيد، لكنه لم يشعر بالراحة التي اعتادها عند سماعه. كان جسده يرتجف وعيناه تحدقان في اللوح الخشبي الذي بقي على الأرض والكوب الزجاجي الذي لم يتحطم رغم سقوطه أثناء ما حدث. حاول إقناع نفسه أن ما جرى كان مجرد وهم، لكن آثار التجربة كانت واضحة. الغرفة أصبحت باردة على نحو غير طبيعي، ورائحة غريبة أشبه برائحة الكبريت المحترق بدأت تنتشر في المكان. قرر عصام تجاهل الأمر، لكنه لاحظ أن الأجواء من حوله لم تعد طبيعية. كلما حاول النوم كان يسمع همسات غريبة تتسلل إلى أذنيه، أصواتا غير مفهومة تأتي وكأنها تنبع من داخل عقله. الأسوأ من ذلك، كان يرى ظلالا تتحرك في أرجاء المنزل، تقترب منه ثم تختفي حين يدير وجهه نحوها. في اليوم التالي بدأ يشعر بثقل رهيب في جسده، وكأن شخصا ما يجلس على صدره طوال الوقت. ذهب إلى عمله محاولا إبعاد تلك الأفكار عن عقله، لكنه شعر بأن شيئا ما يلاحقه. عند كل زاوية كان يشعر بنظرات حادة تراقبه. أصدقاؤه لاحظوا شحوب وجهه وسألوه عن حاله، لكنه اكتفى بابتسامة مصطنعة محاولا إخفاء قلقه. مع حلول الليل عاد عصام إلى منزله. كان الظلام قد حل والجو مشحون برهبة غريبة. حاول أن ينام لكنه لم يستطع. فجأة شعر بأنفاس باردة تقترب من أذنه، تلتها كلمات بصوت عميق: أنت دعوتنا، لا عودة الآن. قفز عصام من سريره يلهث بجنون. أضاء المصباح، لكن الأنوار بدأت تومض ثم انطفأت تماما. في الظلام رأى ظلا طويلا يقف عند باب غرفته. لم يكن بإمكانه رؤية وجهه، لكنه شعر بنظرة تخترق أعماقه. بدأ الظل يقترب ببطء، وصوت خطواته يملأ المكان. في تلك اللحظة انطلق هاتفه برنين حاد. أمسك به بيد مرتجفة، وكانت المفاجأة أن المتصل كان نفسه. حين أجاب سمع صوته الآخر، صوتا أجش مليئا بالتهديد: لقد فتحت البوابة، سنأخذ ما يخصنا. ألقى عصام الهاتف على الأرض، لكنه استمر بالرنين من تلقاء نفسه رغم أنه كان محطما. صرخ بجنون محاولا الهروب من الغرفة، لكن الباب لم يفتح. شعر وكأن قوة خفية تسحبه إلى مركز الغرفة. بدأت الأشياء في الغرفة تتحرك بعنف، الكراسي تنقلب، النوافذ تغلق بعنف، والصوت الغريب يتردد في كل مكان. لعبة الأرواح ليست مزحة، أردت الحقيقة، ها هي الحقيقة. في لحظة يأس أمسك عصام باللوح الخشبي محاولا تحطيمه، لكن اللوح بدا وكأنه مصنوع من شيء غير قابل للكسر. كلما ضرب ازدادت الأصوات حدة، وبدأت الرموز المحفورة عليه تتوهج بلون أحمر دموي. أخيرا تجرأ وصرخ بأعلى صوته: من أنتم؟ ماذا تريدون؟ كانت الإجابة فورية بصوت واحد عميق يملأ الغرفة: نريدك، جسدك، روحك، كل شيء. فجأة شعر عصام بيدين خفيتين تمسكان به وتدفعانه بقوة إلى الأرض. عجز عن الحركة، بينما ظهر فوقه كيان مظلم له عيون متوهجة كالجمر. حاول المقاومة لكنه لم يستطع حتى الصراخ. بعد دقائق طويلة من الصمت والرهبة استعاد وعيه ليجد نفسه ملقى على الأرض، واللوح قد اختفى تماما، لكن آثاره لم تختفي. في الأيام التي تلت تلك الليلة بدأ يعاني من كوابيس مروعة، يرى فيها وجوها ملتوية وأجسادا محترقة تطلب منه الانضمام إليهم. بدأت حالته الصحية تتدهور، وأصبح يهلوس بشكل مستمر. جسده نحل وعينيه غارتا بشكل مرعب. الأطباء لم يجدوا تفسيرا لحالته، لكن كبار السن في الحي كانوا على يقين بأنه قد استدعى الجن، وأنهم لن يتركوه حتى يحصلوا على مبتغاهم. لم تعد الحياة كما كانت لعصام. أيقن أن شيئا مظلما قد استحوذ على حياته، وأصبح الظلام رفيقا دائما في كل مكان. بدأ يسمع أصواتا في منتصف الليل تناديه باسمه، تملأ الغرفة بالرعب. أحيانا كانت الأصوات تبكي، وأحيانا أخرى تضحك بشكل هستيري. الأغرب من ذلك أن عصام بدأ يرى انعكاسات وجوه غريبة على مرآة غرفته، وجوه ليست له. في محاولة لفهم ما يحدث لجأ عصام إلى صديق قديم يدعى أبو خالد، رجل مسن عرفه الجميع في الحي بكونه خبيرا في الرقية الشرعية والتعامل مع حالات مس الجن. عندما سرد عصام قصته على أبو خالد بدا وجه الرجل كأنه شحبا للحظة، ثم قال: لقد فتحت بابا لا يجب على أي إنسان أن يفتحه. ما فعلته هو دعوة صريحة لهم، والآن يريدون ما وعدتهم به دون أن تدرك. ارتبك عصام وسأله: وعدتهم؟ لكنني لم أعد أحدا بشيء، أردت فقط تجربة اللعبة. ابتسم أبو خالد بسخرية وقال: كل من يستخدم أدوات استحضار الأرواح أو الجن يعتبر مدينا لهم، مهما كانت نيتك بريئة فهم يعتبرون دعوتك التزاما. أخذ أبو خالد نفسا عميقا وأردف: لكن هناك أمل.
يمكننا محاولة إغلاق الباب الذي فتحته، ولكن الأمر لن يكون سهلا. الجن لن يتخلوا عنك بسهولة. اتفق الاثنان على البدء في جلسة رقية شرعية في منزل عصام. جهز أبو خالد كل ما يحتاجه: ماء مقروءا عليه آيات من القرآن، بخورا طيب الرائحة، ومصاحف وضعها في زوايا الغرفة. طلب من عصام الجلوس في منتصف الغرفة والبقاء هادئا مهما حدث. الجلسة بدأ أبو خالد بقراءة آيات من القرآن بصوت عال. في البداية بدا الأمر عاديا، لكن سرعان ما تغير الجو في الغرفة. الأضواء بدأت تخفت تلقائيا، والهواء أصبح ثقيلا كأنه يحمل حملا لا يرى. فجأة سمع عصام صوت ضحكات مكتومة تأتي من زاوية الغرفة، تلتها كلمات غاضبة بلغة غير مفهومة. استمر أبو خالد في القراءة ورفع صوته أكثر. عندها بدأ عصام يشعر بألم شديد في رأسه وصدره، وكأن شيئا يحاول الخروج من داخله. صرخ بألم: إنهم هنا! إنهم هنا! فجأة انقلبت الأمور. إحدى المصابيح انفجرت بصوت عال، وسقطت المرآة الموجودة في الغرفة وتحطمت إلى أشلاء. أبو خالد لم يتوقف، بل واصل القراءة بصوت أعلى. بينما بدأت الأرض تهتز تحت أقدامهم، ظهر ظل أسود في الزاوية، كيان ضخم بلا ملامح واضحة، ولكن له عينان حمراوان متوهجتان. تحدث بصوت عميق كالرعد: هو لنا، لن تخلصوه منا. أمسك أبو خالد بيد عصام بقوة، وبدأ برش الماء المقروء عليه باتجاه الكيان. كلما لمس الماء الظل كان يصرخ بصوت يشبه آلاف الصرخات معا. الكيان بدأ يتراجع، لكن الغرفة أصبحت وكأنها ساحة معركة. الأشياء تطايرت في الهواء، النوافذ انفتحت بعنف، وصوت الرياح ملأ المكان. النهاية المؤقتة بعد ساعات بدت وكأنها دهر. اختفى الكيان فجأة، هدأ المكان، وعاد كل شيء إلى طبيعته. لكن عصام كان منهارا تماما، بالكاد يستطيع الوقوف، وجسده مغطى بالكدمات، وعيناه تحملان نظرة شخص رأى الموت بأم عينيه. قال أبو خالد بصوت منهك: لقد طردناهم مؤقتا، لكنك لست آمنا بعد. عليك الالتزام بالصلاة وقراءة القرآن يوميا، والأهم لا تلمس تلك اللعبة مجددا، ولا تدع أحدا يلمسها. سأل عصام بصوت متقطع: وأين اللعبة الآن؟ نظر أبو خالد حوله ثم قال بهدوء: هذا ما يقلقني، اللعبة اختفت. تجمد عصام في مكانه، وأحس بأن شيئا ما لم ينتهي بعد. كان يعلم في أعماقه أن اللعبة لم تتركه، وأن الكيان الذي طرده أبو خالد سيعود قريبا، لكن هذه المرة سيكون أقوى وأشد غضبا. لم تمض سوى أيام قليلة على جلسة الرقية، وعصام يعيش حالة من الترقب والخوف. ورغم النصائح التي أعطاها له أبو خالد، كان يشعر أن ما حدث لم يكن سوى البداية. كل ليلة كان يستيقظ على أصوات غريبة وهمسات تردد كلمات غير مفهومة. ظلال تتحرك بين أركان غرفته، ورائحة الكبريت تملأ الهواء كلما أطفأ الأنوار. ذات ليلة، وبينما كان يحاول النوم، سمع صوت خفيفا كأن شيئا يجر على الأرض. فتح عينيه ببطء ونظر نحو الزاوية حيث كانت المرآة المحطمة. هناك رأى شيئا لم يستطع تفسيره. كانت اللعبة التي اختفت بعد جلسة الرقية موضوعة على الأرض مكانها السابق تماما، ولكنها بدت مختلفة. الرموز عليها كانت تلمع بلون أحمر دموي، وكأنها تنبض بالحياة. شعر عصام ببرودة تسري في جسده، لكنه لم يستطع الحركة. فجأة انفتح الكوب الزجاجي القديم الموجود على سطحها، وكأن قوة خفية تدعوه للعب مرة أخرى. حاول عصام الصراخ، لكن صوته كان مخنوقا. شعر بأن الغرفة تضيق عليه، والهواء يصبح أثقل مع كل لحظة. في تلك اللحظة سمع صوت قادم من اللوح، وكأنه مزيج من همسات وصرخات: لقد عدنا، هذه المرة لن تفلت منا. انطلق اللوح في الدوران بشكل عنيف، والكوب بدأ يتحرك وحده مكونا كلمة واحدة على السطح: اختيارك. فجأة ظهر الكيان ذاته الذي واجهه في جلسة الرقية، ولكن هذه المرة كان أقرب وأكثر وضوحا. كانت ملامحه سوداء بالكامل، وعيناه مشتعلة كالجحيم. مد يده نحو عصام وقال بصوت كالرعد: إما أن تأتي معنا طوعا أو تأخذ مكانك بيننا. في لحظة يأس وجنون أمسك عصام بالمصحف الذي وضعه أبو خالد بجانب سريره، وبدأ يقرأ آيات بصوت مرتعش. الكيان صرخ بغضب، وبدأت الغرفة تهتز بعنف، لكن شيئا ما لم يكن صحيحا. الكلمات التي كان عصام يرددها تلاشت من عقله فجأة، وكأن قوة خفية تمحوها منه. سقط المصحف من يده، ووجد نفسه محاصرا تماما. الكيان اقترب منه وأمسكه بقوة، ثم قال: لقد لعبت اللعبة، والآن أنت جزء منها. اختفى الكيان مع عصام في لحظة خاطفة، تاركا الغرفة فارغة تماما. في الصباح اكتشف الجيران أن باب منزل عصام مفتوح، لكنه لم يكن موجودا.
جميع أغراضه كانت كما هي، باستثناء اللعبة التي اختفت مرة أخرى. مرت سنوات ولم يعرف مصير عصام أبدا، لكن في مكان بعيد في سوق شعبي في مدينة أخرى ظهر بائع جديد يعرض لعبة قديمة على لوح خشبي مليء بالرموز الغامضة. وعندما سأله أحد الزبائن عن اللعبة أجابه بابتسامة غامضة: هذه لعبة الأرواح، حذار أن تلعبها إن كنت لا تعرف قواعدها.